ده الاختيار لاحمد نبيل كوكا ومروان عطيه. ده اللي بيأكد كلامي. انا قلت قبل كده، قلت كوكا هو مستقبل خط النص في المنتخب المصري، من اللعيبه اللي انت تعتمد عليها. لعيب راجل جدا، بينقل الهجمه بسرعه ولسه صغير في السن. كذلك مروان عطيه، ما ينطبق على كوكا ينطبق على مروان عطيه. لعيبه عندهم حيويه كبيره جدا في خط النص، مع حمدي فتحي، مع زيزو، مع اي حد انت هتلاعبه خط النص. لكن كوكا عنده ميزه، كوكا بيعرف يمسك الكوره، بمعنى زي زيزو، يعني ياخد كوره يستلمها ويسلم. راسي عاقل كوير، بلغتنا لعيب كوير، ياخد الكوره يلعب. مش بيتوتر، لا مش متوتر، وبيلعب تحت ضغط باجاده تامه. ودي كانت مفاجاه لان انا شفته في الملعب كتير. فانا قبل ما يطلع الفيرست تيم، يعني قبل ما يلعب فيرست تيم وقبل ما انا شفته لعيب، هو اذا كان هو لعيب صغير صحيح، او الناس بتقول هو صغير او قصير شويه بدنيا، الفيزيكال، او هو قصير لكن الفيزيكال قوي جدا على فكره وبيتمرن كويس. كوكا لما جيت سالت عليه في الناشئين في النادي الاهلي، قالوا لي كمان اللي هو كان فتره من الفترات اللي هو بينزل يتمرن مع الناشئين وهو فيرست تيم، يعني لما تصعد بيتمرن مثلا مع الشباب، بيزود لياقته البدنيه بعد الاستئذان من المدرب. في لعيبه تانية، مروان عطيه نفس القصه. في لعيبه زي، يعني مش عايز اقول لك زي محمد صلاح بيتمرن بعد ما يخلص التمرين مع يورجن كلوب في ليفربول على سبيل المثال، بيطلع بره التدريب يتمرن، يجري تاني ويتمرن حوالي بتاع نص ساعه، وتسديد من خارج المنطقه ولونج باص، وزي اللي بيعمله. ولذلك ده محمد صلاح القدوه او المثل الاعلى لكل اللعيبه. مصطفى محمد عمل كده، جايب مدرب لايف كوتش، جايب مدرب زي مدرب نفسي، وجايب مدرب يديله احمال بدنيه، وبدا يشتغل زي محمد صلاح، وعنده عامل ملعب صغير كده عنده في فرنسا، وبيلعب في نانت طبعا. فبدا نفس القصه، وبدا بقى الحاجه الجميله اللي عرفتها من المقربين لمصطفى محمد لغايه ما قابله، يعني ان هو كمان بينام بدري. يعني جميله جدا. انت هنا كنت في مصر بينام الساعه 1 و2، هناك في فرنسا بينام الساعه 10. وبالتالي هو بدايه الطريق الصحيح لتحقيق الامال. انت طالما بتحافظ على يعني على صحتك. احنا وصلنا لمرحله يا استاذ ياسر ان احنا بقينا نتفاجئ او بقينا ننبهر بانه اللاعب كره القدم بينام بدري. احنا وصلنا للمرحله دي. طب انا بقول لك دي مشكله. اللعيب في مصري طبعا تخيل اللعيب بينام بدري. انا انبهاري في ايه؟ رايحين فين ايوه انا انبهاري اللي انت لعيب كوره، جميل ولطيف وشهره، الناس كلها بتتكلم عنك، وبتاخد 15 و20 و30 مليون في السنه، وفي الاخر تسهر وتروح الساحل الشمالي وتطلع مش عارف تسهر فين وتطلع مش عارف فين وتيجي منين، وما بتحافظش على نفسك الموهبه. فلذلك انا بقول لك اللي بيطلع بره مصر بينجح. لا هو عشان ممكن اختلافات وجهات النظر.